خلونا نروح للجزائر. الحقيقه كان في ماتش كوره، مباراه كره القدم في دوري الدرجه الثانيه في الجزائر. حصلت ازمه كبيره، ازمه دبلوماسيه تقريبا بين السعوديه والجزائر. ازمه دبلوماسيه. طب ليه الازمه الدبلوماسيه دي؟ بسبب الجماهير، بسبب الشعوب اللي بتضغط على الحكومات، الشعوب اللي بتغضب بجد وحكوماتها بتستجيب لغضبها. وقت بدايه الماتش الجماهير رفعوا علم كبير جدا، المملكه اعتبرته انه مهين للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وتوعدت بالرد كمان. بتوع بقى مواقع التواصل الاجتماعي اللي هم بيقول لك عليها ايه، العيال الفاضيه اللي قاعدين على الفيسبوك، الحقيقه لسه الكلام بينهم في حاله جدل كبيره جدا بين المؤيد وبين المعارض. الجماهير عملوا ايه؟ رفعوا صوره كبيره جدا مقسومه نصين، نص لترامب ونص للملك سلمان، واتكتب تحتها وجهان لعمله واحده. الصوره هي تحيه والله كبيره جدا لجمهور الجزائر. انا كنت قلت هنا مره ان هم يعني ما ورهمش غير الكوره، كنت بهزر طبعا، بس الناس بترد عليا، هو بترد على اي حد يشكك في وعي الناس. ادي الناس حتى اللي رايحين يشجعوا كوره قضيتهم في بالهم ومش ناسينها، ومش هتعرفوا تغيبوهم بالكوره. بيتفرج على الكوره عشان ينبسط، لكن قضيته في باله. مش معنى ان هو عصبي شويه بيتنرفز، الكوره يعني فيها شويه حماس زياده، ان هو خلاص بقى مغيب. لا، ما بقاش مغيب، اهو موجود حتى وهو في الاستاد، حتى وهو في الملعب فاكر قضيته وبيفكركم بيها على طريقته. تحيه لكل اخواتنا والشعب الجزائري كله، ان هم صحيين واعيين جدا للقضيه الفلسطينيه. والنهارده القضيه الفلسطينيه الحقيقه اللي هم عملوه وموقفهم من القضيه الفلسطينيه اكيد مش هيتغير لو اللي بيحصل ده بيحصل مع اي دوله عربيه اخرى. فالحقيقه كل التقدير مننا وكل التثمين لموقف الشعب الجزائري. ده بقى الشعب اللي المفروض محدش يقدر يتني له كلمه. يعني السعوديين عملوا ايه بقى؟ او بن سلمان، يعني مش السعوديين برضو اهالينا، انا بتكلم عن النظام. يعني دايما لما بقول السعوديين ببقى قاصد النظام. قال لك احنا هنرد بقوه وبنتوعد الجمهور الجزائري. اوعوا تروحوا بقى تلعبوا. فانتوا انتظروا بقى، ما السعوديه دي اللي مشغله الارهاب في العالم كله. فانتوا انتظروا بقى في السعوديه، في الجزائر، ربنا يستر يعني اليومين اللي جايين دول شويه عمليات ارهابيه كده زي الفل، عشان ينتقم من ان صورته اترفعت جنب صوره ترامب. ليه يا باشا هو صوره ترامب اهانه؟ ده انت بتدفع له الجزيه، ده انت وقرايبك بتقفوا قدام مراته وبنته مطقطقين كده وبتدفعوا الجزيه عن يد وانتم صاغرون. هو ترامب مهين بالنسبه لحضرتك؟ هي صورتك لما تبقى الجزء الثاني من صوره ترامب دي بالنسبه لك اهانه؟ الامريكان برضو كانوا بيسالوا عايزين يعرفوا يعني زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ ده حبيبك، ده انت بتدفع له كل ما بيجي لك وبترقص معاه العارضه. مش السيد الوالد رقص معاه برضو؟ ما تشوفوا لنا صوره سلمان كده وهو بيرقص مع ترامب؟ ولا انتوا لما بيجي لكم بترقصوا له اول ما حد يقول لك انت وترامب وجهان لعمله واحده تزعل وتزغون وتتضايق وتقول لك لا انا هروح افجر وادمر واكسر؟ ايه تزغون دي؟ يزغون كده كده اهو كده اهو يحرحش يعني.